تفاؤل أمريكي بإمكانية التوصل إلى حل نهائي لسيادة المغرب على الصحراء. ديال الاقتراب موعد اجتماع الأمم المتحدة اللي غيتناول قضية الصحراء المغربية اللي عليها نزاع أكثر من 50 عام. كنشوفوا تحركات الجزائر اللي ديما هي معادية للمغرب، واللي الآن كتجري باش تفشل هذه العملية، خاصة أن الكفة كتميل للطرح المغربي اللي هو الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. كاينه حرب إعلامية ممنهجة خاصة من الذباب الإلكتروني الجزائري الذي غالبا ما ينشرون أكاذيب، وكما كتشوفوا هذه هي مجموعة من منشوراتهم في الفيسبوك، وكاينين فيديوهات أيضا بشأن هذا الموضوع. في هذه الأيام شفنا خروج ما يسمى بالبوليزاريو أو الجبهة الانفصالية، نظموا تم وقفات احتجاجية وتم تصويرها بطريقة الزوم باش تبان الصورة مملوءة. وحسب مجموعة من المصادر فإن هذه الوقفات أغلبهم جايين من كيران برا ديال تندوف، وهذه الوقفات داخل تندوف أي داخل الأراضي التابعة للجزائر والتي هي في الأصل مغربية أيضا. هذه المظاهرات ما هي إلا ألم وانتفاضة، خاصة أنهم كيشوفوا أن الكفة كتميل إلى المغرب، وكيشوفوا أن الدول التي تفرض رأيها في الأمم المتحدة أغلبها إن لم أقول كلها مع المغرب. فرنسا مع الحكم الذاتي، بريطانيا أيضا، وأمريكا صاحبة القلم، وأيضا روسيا في تصريحات ديال وزيرها الخارجي كتوحي أنه يميل أيضا للمغرب، خاصة لما صرح أن الحكم الذاتي هو حل جيد وأنه أيضا حل لتقرير المصير. والصين أغلب المصادر وأيضا علاقتها مع المغرب تقول أنه لن يصوت ضد المغرب، ولديه مصالح واتفاقيات كبرى مع المغرب. الجزائر دارت محاولات كثيرة لتفشل عملية التصويت وتؤكد من جديد أنها طرف في القضية. وهنا غنشارك معكم مقطع لعنصر من العناصر اللي أسسوا لابوليزاريو، وهو مغربي. في الأول كان وأصدقاؤه يطالبون ببعض الحقوق في المغرب، والمغرب تعاملت معهم بقسوة في ديك الفترة، الشيء اللي خلى الأعداء ديال المغرب تحتضنهم ومولاتهم وأبرزهم القذافي وبومدين. نخليكم مع الفيديو باش نرجعوا للنزاع كيف بدأ وعلاش هذا النزاع كان. نحن اللي أسسنا البوليساريو مجموعة من الشباب المغربي. الولي كانت عنده جنسية مغربية قرا في الرباط، أنا كانت عندي الجنسية المغربية قرا في أكادير. جينا واتصلنا بالأحزاب المغربية علال الفاسي وعلي يعتا وعبد الرحمن بوعبيد، وقلنا لهم نحن مجموعة من الشباب الصحراوي أولاد جيش التحرير أعطونا باش نحرروا بلادنا الله يرحم والديكم. ضحكوا فينا قالوا لهم مشوا الدراري خلوا السياسه بعيده عليكم. ما تعاملوا معنا، مشينا لطنطا درنا مظاهرات في المقر. اش مقر؟ لان جاي الصحراء، كان جاوا الصحراء من الصحراء الاسبانيه من تندوف من موريتان. درنا مظاهرات في طنطا، الصحراء تصبح حره واسبانيا تخرج برا بالكفاح والسلاح. نبدا الصحراء بلا روح. هلا طلبنا جدارة معنا السلطات المغربيه، شدونا وعطونا الهراوه تاع الصح، وقالنا نروحوا الصحراء حروها للمغرب، ما درناش فوضى هنا. وخرجنا، ومن خرجنا واسسنا البوليزاريو. جا القذافي عنده الاموال الطايله، قال لنا مرحبا ياك خاصك من المال، ها المال، وديروا لنا ثورات ضد المغرب وضد كل الانظمه الرجعيه في المنطقه. بعدين الجزائر خافت من القذافي يصبح نقطه مؤثره، قال لا ما تروحوش القذافي، روحوا عندي انا ندربكم ونسلحكم. اذا تاسيسنا للبوليزاريو هو خطا للنظام المغربي وخطا للنخبه السياسيه المغربيه هي اللي دفعت الناس للبوليزاريو، لأن ما لناش كنا كلنا مغاربة وعندنا الجنسية المغربية التي لا تسقط بالتقادم، لكن انتم دحيتونا باش اسسنا البوليزاريو. داكور اسسنا البوليزاريو، ضربنا اسبانيا 20 ماي 73 74 75. جات المسيرة غيرت كل المعطيات. أنا في الرابوني سمعت خطاب الحسن الثاني الله يرحمه في المسيرة، قلنا هذا مهبول ما يقدرش يدير المسيرة، شكون غادي يجيب 350,000؟ القطارات يلا يوصلوا مراكش ما بقاوش، والطريق بين تزليت وطنطان ما فيها ما تشوف، والطريق بين طنطان وطرفايه ما فيها ما تشوف. شكون يقدر يوصل هاد الناس له؟ قلنا انه غادي يضحك على عباد الله باش يحرك. او في الحقيقه الحسن الثاني لا، عدلها واسسها، واصحاب المسيره صلوا على الحدود ما بين المغرب والصحراء الاسبانيه، وكانت قضيه غيرت كل المعطيات. لماذا؟ لان اسبانيا كانت مستعده بالتنسيق مع الجزائر لبناء دوله في الصحراء كي دارت فرنسا في موريتانيا، والمسيره الخضراء هي خسرت كل شيء وغيرت كل شيء، وبالتالي كانت نتيجتها هو اتفاقية نوفمبر 14 نوفمبر 1975 اللي تم من خلالها تقسيم الصحراء بين المغرب وموريتانيا. لكن هذا التقسيم استغليناه نحن في البوليزاريو، ومعنا الجزائر للدعاية ضد المغرب، لأنه كان المغرب الصحراء ديالو ما يقسمهاش مع موريتانيا. واش عمرك لقيت امرأة تقسم ولدها؟ إذا المغرب غير الدعاية، ما الصحراء ماشي ديالو، واستغليناها في الدعايه وجمعنا الناس على الدعايه ودرنا دعايه كبرها مولانا وضربنا المغرب وهجمنا على المغرب ودرنا حرب دامت 16 سنه ضد المغرب، شاو فيها الاف القتلى من نفس العائلات.